السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي الشيف ملكه. اليوم اخوتي غادي نشارك معكم الطاجين المغربي على حقه وطريقه. صدقوني كيجي لذيذ بزاف، وهذه هي الطريقه الصحيحه باش ديروا الطاجين المغربي. هنا غادي كما شفتوا غادي ندير التوابل. باش غادي نشرم اللحم، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، وواحد شويه ديال الملحه، واحد 2 حتى 3 الفصوص ديال الثومه محكوكه، ونص كاس ديال زيت البلديه او زيت الزيتون، والقزبر والمعدنوس. غادي نخلط كلشي، داك الشرموله غادي نخلطها مزيان، وغادي ندير فيها داك اللحم. هنا عندي انا كيلو ونص ديال اللحم حتى 2 كيلو. المهم حيدت منه واحد شويه، كان عندي 2 كيلو حيدت شويه، انا جاني شويه كتير. وغادي نشرمل عفوا داك اللحم مزيان باش تدخل فيها الشرموله ويجي لذيذ الطاجين. كما شفتوا هنايا غادي نخليها في الشرموله واحد 5 دقائق هكاك. غادي ناخذ الطاجين ديالي، غادي نحطه فوق النار، وغادي ندير البصله. هنايا عندي واحد 3 ديال البصلات كبار مشلضين هكا دوائر. حطيت البصله هي الاولى في الطاجين، وغادي ندير اللحم هكا، غادي نستفها فوق البصله. وهنا العافيه غادي ديروها مهيله وتخليوه يطيب بشويه على المهل باش تطيب اللحم. صافي داك الشرموله اللي بقات غادي نحطها فوق اللحم. وهنايا غادي نزيد واحد العويد ديال القرفه، وعندي هنا كاس ديال الماء غادي ندير باش ما يتحرقش الطاجين. صافي وغادي نبلع عليه ونخليه حتى يغلي شويه. كما شفتوا هنايا غادي نزيد داك البصله اللي بقات، وكما تعرفوا البصله تطلق الماء، ما ديروش الماء بزاف. الا درتوا الماء بزاف ما تطيبش اللحم. ديروا الماء هي شويه قليله وخليوها على عافيه مهيله باش تيطيب دغيا. شفتوا البصله تطلق الماء. هنا انا غادي نسيي اللحم راه طايبه. صافي غادي ندير الخضره ديالي. هنا الخضره انا غادي نستعمل يلاه خيزو او الجزر والبطاطا. غادي نخليه طويل هكا باش يطيب بشويه، وفي الاخر تيتقرط بوحديته، ما تخافوش كاع منه. وغادي ندير البطاطا. هنا تقدروا تدخلوا الجلبانه مع هاد الخضره هذه، او ديروا اللفت والبطاطا. المهم اللي عندكم، الخضره اللي عندكم تتصلح في الطاجين هذا. صافي غادي نستف البطاطا. وليداتي تيبغيو البطاطا بزاف، تندير ليهم هكا، تندير بكثره. صدقوني هاد الطاجين جا لذيذ البنات، ونتمنى تجربوه. المهم المغربيات كلشي تيعرف يدير الطاجين، وتتبقى كل وحده وطريقتها. صافي هنايا غادي نزيد واحد مطيشه هكا ضواور حتى هي كيطلق واحد. هاد مطيشه تطلق واحد لو جو ديالها في هاد الطاجين هذا، وتعطي واحد اللذه يا سلام. وهنا غادي نزيد داك الربيع اللي بقى من الفوق، وغادي نبلع الطاجين ونخليه يطيب على عافيه مهيله. ومن بعد ما طاب الطاجين ها نتوما كيفاش جا، يا سلام، بالصحه والراحه. ونتمنى يعجبكم الطاجين، وإلا عجبكم ما تنساونيش عافاكم من اللايكات والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. وهنا غادي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.